المنتخب الجزائري ثاني حصة تدريبية له استعدادا للمباراة المقبلة ضد تونس التي غاب عنها المهاجم هلال العربي السوداني بسبب الإصابة. مفادنا إلى فرانسفيل بالجيزة والتفاصيل. في غياب المهاجم العربي هلال السوداني المصاب، أجرى زملاء أفضل لاعب في إفريقيا رياض محرز حصة تدريبية ثانية استعدادا للديربي المغاربي أمام تونس. هذه الحصة ركز فيها المدرب ليكنس على الخطة التي سيطبقها أمام نسور قرطاج، فيما اكتفى المهاجم إسلام سليماني بالركض لوحدها ولم يتدرب مع المجموعة قبل أن يغادر الحصة رفقة الحارس رئيس بورحية. النتيجة اللي حققها المنتخب الجزائري والتونسي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية تجبر المنتخبان الآن على وضع كامل أوراقهما يوم الخميس من أجل الظفر بنقاط هذا الديربي المغاربي، لأنه المباراة راح تكون أكثر مصيرية أيضا للمنتخب التونسي. لو ينهزم في هذه المباراة يعني أنه راح يحزم الأمتعة تاعو مبكرا والعودة إلى تونس. أعتقد أن المباراة راح تكون صعبة وصعبة للمنتخبين. الصحافة الجزائرية المتواجدة في الجابون هي الأخرى أكدت أن المواجهة لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخبين. نحن ننتظر مباراة نارية يوم الخميس إن شاء الله بين فريق التونسي ما عليه إلا الفوز، اللي يقولوا يكون عنده شوية نقولوا الفرص باش يجوز إلى الدور الثاني. المنتخب الجزائري كذلك اللي عنده التعادل بطعم الخسارة. أما الجماهير التي تنقلت إلى فرانسفيل فلا تريد إلا الانتصار لمواصلة المغامرة الإفريقية. مقابلة تاع تونس ما عندهاش جزائر قوية ولا تونس ضعيفة. مقابلة ديربي لقاء محلي بين جارين، أنا خايف منه صراحة، أنا خايف من هذه المقابلة لأن ما عندهاش مستوى اللاعبين. نحن هم التوانسة يقولوا احنا مرشحين، ما ماناش مرشحين، لا ماناش مرشحين. بعد التعادل في المباراة الأولى أمام زيمبابوي، ها هو المنتخب الجزائري يواصل استعداداته للديربي المغاربي أمام المنتخب التونسي. زيمبابوي بعد درجة كنا نستناو في المنتخب الوطني يعطي أكثر. هي المقابلة تاع البارح كنا نستناو في النتيجة أكثر، باسكو منتخب زيمبابوي ماشي قال منتخب راقوي بزاف، ولا كنا نستناو في النتيجة أحسن وأحسن. كان ماتش مخيب الآمال ومخيب الأنصار، كنا نستنوا في نتيجة كبيرة. شغل كي نشوفوا المنتخب الوطني كان الميطون الأول ما لعبش مليح كاع، كان غائب عن المباراة، لكن بين شوية بلاصتو وبفضل محرز بين بلاصتو شوية بلي مازال كاين المنتخب الوطني ومازال عندنا الأمل فيه إن شاء الله. وسائل الإعلام الجزائرية الصادرة اليوم أشادت بمجهودات كل من لاعب رياض محرز المنتخب التونسي يعرف جيدا منتخب تونس باعتبار انه دربه، بالاضافه الى يعني الهزيمه غير المنتظره كذلك، او الهزيمه في المباراه الاولى لمنتخب تونس، وهو ما يعطي دفع للمنتخب الوطني للفوز في المباراه الثانيه وعدم انتظار منتخب السنغال الذي سيكون الشبح الاسود في هذه المجموعه. الجزائريون يدركون ان التعثر امام زيمبابوي ليست النهايه، ففي 2010 انهزم الخضر في مباراة الأولى أمام منتخب مغمور اسمه مالاوي، ومع هذا استطاع الوصول بعدها إلى الدور النصف النهائي، وهي محطات ما زال الكل هنا بالجزائر يستحضرها. التعادل الإيجابي بطعم الهزيمة الذي حققه المنتخب الجزائري في أول مباراته في الكان لم يفقد آمال الجماهير الجزائرية في العودة بقوة، خصوصا في المباراة الثانية ضد نسور قرطاج. هي الخاص بالإحصائيات وأخبار الانتقالات بلغت قيمة الخضر أكثر من 133 مليون يورو في وقت لم تصل فيه بعض المنتخبات الإفريقية الكبيرة 100 مليون يورو على غرار منتخبات غانا والكاميرون والسنغال. أما على المستوى العربي فقد جاء المنتخب الجزائري في المركز الأول، يليه منتخب مصر ب 67 مليون يورو، ثم منتخب المغرب ب 58.5 مليون يورو. وقد ساهم عدد من اللاعبين المحترفين في رفع القيمة التسويقية للخضر، حيث جاء رياض محرز في المركز الأول كأغلى المؤشر التي نرصد فيها آخر الأخبار الاقتصادية الرياضية.
احتل المنتخب الجزائري المشارك في نهائيات إفريقيا بالغابون المركز الثاني كأغلى منتخب إفريقي والأول عربيا في المنافسات القارية من حيث القيمة التسويقية للاعبين. وبحسب موقع ترانسفير ماركت الألماني الخاص بالإحصائيات وأخبار الانتقالات، بلغت قيمة الخضر أكثر من 133 مليون يورو في وقت لم تصل فيه قيمة بعض المنتخبات الإفريقية الكبيرة 100 مليون يورو على غرار منتخبات غانا والكاميرون والسنغال. أما على المستوى العربي فقد جاء المنتخب الجزائري في المركز الأول، يليه منتخب مصر ب 67 مليون يورو، ثم منتخب المغرب ب 58 مليون ونصف المليون يورو. وقد ساهم عدد من اللاعبين المحترفين في رفع القيمة التسويقية للخضر، حيث جاء رياض محرز في المركز الأول كأغلى لاعب جزائري ب 30، يليه زميله في ليستر سيتي القيمة التسويقية للخضر، حيث جاء رياض محرز في المركز الأول كأغلى لاعب جزائري ب 30 مليون يورو، يليه زميله في ليستر سيتي إسلام سليماني ب 25 مليون يورو، ثم متوسط ميدان بورتو ياسين إبراهيمي ب 20. صباحة أمس الاثنين ثم صباحة اليوم أجرى أشبال لكنز حصة لتقوية العضلات، وفي هذه الأثناء الخضر يجرون ويواصلون المران استعدادا لهذه المواجهة التي تعتبر شبه مصيرية وحاسمة بالنسبة للمنتخبين الوطني الجزائري والمنتخب التونسي الذي يتواجد كذلك في ظروف سيئة جدا، ولا مجال للخطأ أمام المنتخب الوطني الجزائري بما أنه سقط في المواجهة الأولى وخسر بهدفين دون مقابل أمام منتخب السنغال في مواجهة سيطر عليها المنتخب السنغال. إذن كما نتابع في هذه الصور المباشرة ضربة موجعة أخرى للمنتخب الوطني الجزائري بعد ترسيم غياب المهاجم هلال العربي السوداني بعد أن عاودته الإصابة في المواجهة الفارطة أمام منتخب زيمبابوي، وهي الإصابة التي كان يعاني منها من قبل. عاودته في مواجهة منتخب زيمبابوي حينما خرج في الدقيقة حوالي 77 وعوضه رشيد غزال. إذن سوداني لن يشارك في مواجهة تونس القادمة، ربما سيعوض برشيد غزال. بالمقابل كذلك حالة سليماني لا تقل يعني سوء عن حالة هلال العربي السوداني. إشراك مفتاح هذه المرة أساسي مكان بالخيثر الذي لم يوفقه الحظ في المواجهة الأولى حينما دخل أساسيا وارتكب بعض الأخطاء. إذن مفتاح الذي عوضه في الشوط الثاني وأبلى البلاء الحسن في تلك المواجهة ينتظر أن يأخذ مكانه أساسيا في مواجهة تونس. كذلك الأمر بالنسبة لبغداد بونجاح الذي اللي يلعب احسن هو اللي يفوز، ونتمنى ان شاء الله نفوتوا نمروا للدور الثاني. يا خويا العزيز قول لي يا خويا احنا رانا اخوات، واللي يربح صح عليه، وان شاء الله العباد راهم مدهشين. احنا هنا الافريقيين السود يعني مدهشين كيفاش هما، يعني نفس الجمهور ونفس خش علينا نفس ليكيب، معناها تونس والجزائر خش علينا نفس ليكيب، وان شاء الله يلعب بخير يربح، وان شاء الله تتعدى مقابله سمحه برشا. نحكي يا واري يطلع معنا اليوم. واري واش تقولنا على المباراة اللي جايه؟ مقابله صعبه سيتان ديربي. ما انا بالنسبه لي ما نجم نرشح اي فريق باسكو ديربي، يعني هذه المقابله تفوت بجزئيات. ما يخفى عليكمش باللي الفريق التونسي يقولوا عندنا 40 مليون مدرب، الجزائر كلها تولي حتى العجائز والشيوخه يقولوا يعتمدوا على التالق، وهذا مهم. هذا هو الغرض من بعض الاحيان من المشاركه، وكذلك العوده المنتخبات الكبيره او المنتخبات التي معنا كانت سابقا هي المسيطره ان تعود الى القاعده وتعود الى العمل لتعود تكون معناها لديها ولا عندها كلمه في افريقيا. على كل حال خبر افادنا به موفد قنوات بي سبورت الى كاس افريقيا بان المهاجم الجزائري هلال العربي السوداني لم يتدرب مع زملائه بسبب اصابه على مستوى الركبه، وبذلك بدائل اخرى على غرار هو محرز. البقيه في اللاعبين مهما كان اكيد الا لاعب وحيد انا اظن مؤثر لما يغيب سيؤثر هو محرز. البقيه الكل لديهم معوضين، لأن إبراهيمي سابقا كان ليس لديه معوض، لكن
في عدم انتظام، ولانه عاد معنا في الاونه الاخيره، واظن كذلك هذا اللاعب عنده امكانيات كبيره. الجزائر تعج بالنجوم، اشكالها اشكال توليفه ومشاكل دفاعيه ومشاكل ان تجد الانسجام، وهذا على ليكانز ان يعمل. لكن حقيقه انا نعرف ليكانز لما كان في المنتخب التونسي ونفتقد الانسجام مع ليكانز ولم يوفق في جتل صحيح. هذا وكان مهاجم دينامو زاغرب قد تعرض للإصابة في الركبة في مواجهة زيمبابوي في أول ظهور لمحاربي الصحراء في النهائيات